السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم؟ كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله جايين كده بأول يوم سحور. عقبال كده كل سنة يا رب في الفرحة والهنا دي، بجد الواحد بيبقى مبسوط جدًا بالأيام الجميلة دي، ويعني بُصّوا أيام كلّها كده بتحس ببهجة وحاجة يعني بصراحة بتبقى فوق الرائع يعني بجد والله. فالحمد لله، ربنا يتقبّل مننا صيامنا وصلاتنا وقرآننا كده إن شاء الله يا رب. النهارده بقى إيه، جاية أتسحّر معاكم نحضّر السحور مع بعضينا، ونجهّز كده حاجات لأول يوم رمضان إن شاء الله. بس أنا إيه، أول حاجة جِبتها أنا ما كانش عندي بصل خالص زي ما قُلت لكم المرّة اللي فاتت. فجِبت بقى البصل، بس كنت جايبة البصل الأبيض، يعني بصراحة ما جِبتش البصل الأحمر، جِبت البصل الأبيض بقى عشان البصل الأحمر غالي شوية. بس، فرُحت جايبة بقى 5 كيلو بصل، وقُلت بقى إيه، نفرّزوه كده علشان إيه، يسهّل معايا في رمضان يعني، ما نبقاش إيه، ما نفضلش نعيّط كل ساعة والتانية. لأ، فقُلت أول حاجة ابتديت بيها بصراحة هي كانت البصل. أول ما صحيت من النوم كده فطرنا ورُحت بقى إيه، عملت البصل، يعني عملت الأول كده كَبّة واحدة كده شرايح. تمام، والباقي خرّطته عادي بقى، فاهمين إزاي؟ لإن ما أنا ما عنديش بصل خالص، لمّا بيبقى عندي بصل اللي هو مبشور يعني وكده، باكتّر في الشرايح، بس علشان ما عنديش فأنا عملت إيه، حوالي زي علبتين كده، كانت طالعة معايا علبتين ونُص. هنا حطيت كده زيت عشان يبقى يفُك معايا يعني وأنا باخده كده من العلبة وهو لمّا يتفرّز يعني وكده ما يبقاش إيه، ماسك في بعضه، فاهمين إزاي؟ بس. فعملت حوالي كده زي علبتين ونُص كده، والباقي كلّه ضربته بقى إيه، بَشر يعني، فاهمين إزاي؟ علشان خاطر إيه، ما عملتهوش شرايح يعني وكده. لإني ما عنديش خالص بصراحة. يعني إيه، معظم الأكل وأنتِ بتعمليه بيبقى مش شرايح، فاهمين؟ يعني الشرايح دي للشاورما، للحاجات اللي هي إيه، صينية بطاطس ممكن تحطّي فيها مثلًا بصل شرايح كده يعني، فاهمين إزاي؟ بس، فقُلت بقى إيه، قُلت لأ، أنا يعني هاعمل كفاية بس، يعني عاملة الكَبّة دي وخلاص وكفاية كده، الباقي بقى كُلّه زي ما أنتم شايفين كده ضربته على طول. نعمل بقى العصاير بتاعة رمضان، قُلت أجهّز بصراحة علشان يسهّل معايا بُكرة، ما يبقاش كل الضغط إيه، فاهمين إزاي، الضغط إيه، يبقى كُلّه في أول يوم رمضان ده لأ. أنا عارفة إن الفيديو ده نزل أول يوم رمضان، فالكلام ده كان امبارح في السحور، تمام. بس فأنا كنت باعمل قبليها بيوم، يعني عملت الحاجات دي كلّها وفرّزت وضبّطت الدنيا على أساس إن أنا يبقى تاني يوم بس إيه، حاجات بسيطة اللي عليَّ، علشان إيه، نقسّم يومنا ما يبقاش إيه، يعني شغل وحاجات بقى إيه، كتير أوي كده فاهمين إزاي، لأ يعني ما نحاولش إن إحنا نفرُم نفسينا، فاهمين إزاي، عشان ما نتعبش ونجهد بقى وما نلاقيش نحس إن مش قادرين ننزل نصلّي ولا نقرا قرآن، وطبعًا مفرومين طول اليوم والصيام بقى والكلام دوّة، لأ يعني بلاش كده، فاهمين إزاي، حاولوا إن أنتم إيه، على قد ما تقدروا تهوّنوا كده على نفسيكم، لو الحاجة مثلًا كتير عليكِ، حاولي إن أنتِ تقسّميها كده يعني فاهمين؟ أو مثلًا لو العصاير مثلًا خلصت منِّك وجيتِ بس يعني مثلًا في الصيام يعني وكده، حاولي إن أنتِ إيه، تعمليها بعد الفطار، بعد ما تبقي كده أكلتِ وشربتِ وضبّطتِ حالِك، تحاولي إن أنتِ إيه، تبتدي إن أنتِ تعملي برضه العصاير تاني لو خلصت منِّك يعني. فأنا حبيت إن أنا أقسّم برضه إيه، أقسّم يومي على يومين، علشان بس إيه، ما ابقاش واقفة طول النهار، طول النهار، لإن أنا الحاجة اللي أنا عملتها اللي أنا هاورّيها لكم دي كلّها، أنا حرفيًا كنت واقفة طول النهار. بجد والله. متخيّلين بقى إن أنا واقفة طول النهار وكمان لسه باحضّر الفطار وباحضّر وأنا صايمة كمان، يعني الموضوع هيبقى صعب شوية، فاهمين؟ أنا لسه صاحية من النوم. حسّيتوا بالمتاوبة دي؟ المهم يعني. أنا عملت هنا إيه، أهو بُصّوا الشرايح ده عمل علبتين كده وعلبة صغيّرة، تمام، وهنا باعملها مربعات كده علشان إيه، زي ما قُلت لكم المرّة اللي فاتت لمّا أطلّع بس كده يعني أطلّع المكعب يا دوبك يطلع على طول معايا.
هنا بقى عملت الخروب تمام، أنا باعمل على كوباية الخروب كوباية سُكّر، تمام كده؟ فأنا بصراحة حبّيت إن أنا أعمله كُلّه، عملت الكيلو كُلّه بصراحة. ويعني حبّيت إن أنا أعمله مُركّز علشان يبقى كُلّه مرّة واحدة فاهمني، تبقى الوقفة مرّة واحدة. فعملته مُركّز كده وقُلت بقى إيه، هابقى آخُد مثلًا منّه كوز ويعني أحُط مثلًا وأكمّله مَيّة يعني وأضبّطه وكده، فاهمين إزاي؟ بس علشان ما يبقاش إيه وبعدين كمان ما كانش عندي أزايز خالص، خالص، خالص. فكان المفروض إن أنا يعني أعمله مُركّز، لإن يعني بعدين هابقى إيه، أضبّطه يعني فاهميني إزاي؟ كده. هنا حطيت بقى الكمية بتاعتي، المهم إن أنتِ شوفي هتعملي قد إيه، الكوباية عليها كوباية سُكّر، وبعد كده تفضلي تقلّبي فيه لحد ما يكرمل كده منِّك، شايفين مكرمل إزاي؟ في ناس بتعمل حاجة تانية، بتحط السُكّر تمام، تكرمله وبعد كده تحط عليه الخروب، برضه دي حاجة تريّحِك أنتِ، المهم إن أنتِ توطّي النار علشان السُكّر ما يتلسعش ويبقى مِزِز كده يعني ما يبقاش مش حلو، فاهمين إزاي؟ فلأ حاولوا إن أنتم إيه، تحطّوا بس أنا من وجهة نظري إن أنا أحُط الخروب مع السُكّر، لإن ممكن نعلّي النار فالسُكّر يتحرق فيعمل طعم في الخروب مش حلو، فأنا ما حبيتش كده بصراحة، أنا اللي حبيته إن أنا أحُط الخروب مع السُكّر تمام، ونقلّبوه لحد ما يكرمل كده، أنتِ تفضلي واقفة عليه تفضلي تقلّبي فيه لحد ما ما يكرمل منِّك علشان ما يتلسعش فاهمين؟ كده، وتوطّي يعني أول ما تحطّيه تعلّي النار شوية، بعد كده تبتدي إن أنتِ توطّي تمام، وبُصّوا أول ما حطّيت المَيّة أنا حطّيت إزازتين مَيّة تمام، وده مُركّز جدًا طبعًا، فاهمين إزاي؟ يعني الكمية اللي أنا حطيتها لأ، مش بتاعة إزازتين مَيّة خالص، فأنا حطيته كده وسِبته بقى يتنقع تمام، يعني يغلي كده غلوتين وبعد كده سِبته يتنقع، عقبال بقى إيه ودخلت بقى إيه على اللي بعده، عملت بقى حلة عنب كده تمام، برضه نفس الكلام، ده مُركّز جدًا، يعني العناب ده أنا كتّرت في العناب، فمُركّز أوي يعني، أنا حطيت حوالي إزازتين برضه بس أصغر من الإزازتين بتوع الخروب، تمام كده؟ فطبعًا العناب بيرمي ياما بجد. المهم إن أنا عملته كده وبرضه إيه، وسِبته يغلي وسِبته يتنقع كده عقبال ما أخُش على اللي بعده. هنا بقى كنت مطلّعة البَطّة من الصبح تمام، لإن بُكرة هناكلوا بَط يا جماعة. عملت كده البَطّة تمام، طلّعتها نضّفتها كده وكان في كنت عاملة خلطة كده بالبرتقان تمام، غسلتها بيه ونضّفتها من جوّه ومن برّه وضبّطتها وخلّيت بقى إيه، يعني خلّيتها نضيفة تمام خالص، وبعد كده إيه، دي هاسيبها لتاني يوم، يعني أنا حاطاها في الخلطة اللي أنا هاحطها دي وهاسيبها لتاني يوم، أنا حطيت طماطماية وبصلاية وهنا البهارات بقى ال7 بهارات7 البهارات السوري كركم وكاري كده يعني، اللي عندِك بقى البهارات اللي عندِك تمام، وحطيت زيت وخل وملح وفلفل أسود بس. لو عندِك زبادي بقى، بس أنا ما كانش عندي زبادي بصراحة، برضه حلوة يعني فاهمين، بتطرّي كده وبتبقى جميلة. بس بالنسبة لي أنا الخلطة دي جميلة جدًا، كفاية ريحتها والله العظيم ريحتها كانت تحفة يعني. بس وضربتها كده ضربة حلوة يعني، وبعد كده إيه، رُحت بقى بُصّوا البَطّة أنا يعني غزّاها كده بالسكينة كام غزّة كده علشان لمّا أحُط بقى الإيه، الخلطة كده تبقى داخلة كده جوّه جوّه البَطّة يعني. هنا لقيت إن أنا حاطة إن أنا كروانة صغيّرة جدًا، فمش هينفع. كنت عايزة أحُط في كروانة صغيّرة علشان لمّا أحُط في التلاجة ما تاخدش معايا إيه، ما تاخدش معايا يعني مكان يعني، فاهمين إزاي؟ أنا عمّالة أتاوب لمّا قُلت بس. يا جماعة أنا عايزة أنام تاني. المهم، بس عملتها كده وحطيتها بقى في التتبيلة، ورُحت واخدة بقى الكروانة اللي أنا كنت حاطاها دي فيها الأولانية، رُحت بقى إيه، مغطياها وحاطاها في التلاجة، بأمر الله تاني يوم أكون بقى إيه، أبتدي بقى إن أنا أسوّي فيها يعني. الخلطة دي بتخلّيها بُصّوا طعمها تحفة والله العظيم. هنا بقى كان الخروب والعناب اتنقعوا، ابتديت بقى إن أنا أصفّيهم كده، حطيت المصفى في الكوز وإيه، وابتديت إن أنا أصفّي، أصفّي لحد ما خلّصت خالص، وبعد كده حطيت بقى إيه، أهو بُصّوا هنا أنا كنت هاحط إيه، يعني هاعمل الكوز وأحط مثلًا المَيّة وأضبّطه خالص، إن هو يعني أسيبه على الشُرب فاهمين؟ افتكرت إن أنا ما عنديش أزايز خالص، ما فيش. يعني ما كنتش عارفة هاعمل إيه بصراحة. المهم إن أنا قُلت لأ خلاص أنا هاسيبه مركّز والكوز اللي أنتم شايفينه ده أحُط فيه حبّة تمام واضبطه بقى،
فاهمين إزاي؟ يبقى على الشوربة على طول كده. فقُلت أسيبه مركّز يعني مش هاحُط بقى في أزايز والكلام دوّة، يعني مش هاضبطه. فاهمين؟ بس طبعًا ده مُركّز محلي جدًا يعني فاهمين؟ كل واحد بقى طبعًا على حسب التحلية بتاعته لمّا تيجي تضبّطيه بقى في الإيه، يعني هتحطّي عليه المَيّة بقى علشان تخلّيه إيه، مش خام. وفي لون بيتحط على الخروب، بس أنا إيه، لسه ما جبتهوش بصراحة. هنا عمل لي أهو إزازتين، الإزازتين اللي أنا حطّيتهم هم اللي عملوه لي يعني، فاهمين كده؟ هنا كان يامن بيكلمني وأنا اتعصبت جدًا، فابتديت بقى إن أنا إيه، ألوِّش فاهمين؟ فجاية باعمل بقى إيه، يعني باحُط في الكوز ما اتحطّش، راح اتقلب، فقُلت له: "اطلع برّه." كده. لإن يعني بُصّوا عصّبني جامد بقى، وأنا لمّا باتعصب بالوِّش على طول كده، كُلّنا لمّا بنتعصب بنبتدي إن إحنا نلوِّش بقى. بس عملت برضه عمل إزازتين برضه، الإزازة دي وإزازة أصغر منها شوية، بس ده يعني مُركّز أكتر من الخروب، مُركّز جدًا، جدًا يعني. أنا بقى من عشاق العناب، بس للأسف بيوطّي الضغط عليّا، والله يعني أحمد قال لي: "بُصّي ما تزوّديش علشان أنتِ فاهمة في إيه بيحصل." قُلت له: "حاضر." "لا، لأ عيب ما تقولش كده." "حاضر." أنا بقى بُصّوا باعشق العناب الساقع، باعشقه كده. كنت على طول أقول لماما اعملي لي إزازة، ماما بقى تضبّطه لي، تعمل لي العناب وتحط لي بقى إيه، بالسُكّر بكُلّه، يعني إن أنا أكُب بس كده وأشرب. كان ممكن إزازة 2 لتر زي دي كده يعني آخُدها أشربها كُلّها. ف كده كان والضغط يوطى بقى والدنيا كانت بايظة يعني. المهم هنا عملت صوبيا بقى تمام، الصوبيا دي يعني من عشاقي المَرّة التانية لتاني مرّة على التوالي، فاهمين إزاي؟ يعني عناب صوبيا على طول. هنا جِبت كيلو لبن عليه 8 معالق صوبيا، تمام كده، طبعًا السُكّر بقى على حسب كل واحد بقى، في ناس بتحبها محلية أوي، في ناس بتحبها لأ سُكّر خفيف، بس أنا يعني سُكّر خفيف بتبقى كويسة وحلوة يعني، ما بتبقاش محلية أوي كده عشان نعرف نشربها. بس دي بقى العصاير اللي أنا عملتها، إيه رأيكم؟ قُلت بقى إيه، بعدين بقى نبقى نعمل الفراولة نضبّط الدنيا بقى. يعني أول يوم ده مش عايزة أطلّع بقى ولا عصير برتقان ولا عصير فراولة ولا الكلام دوّة. هنا بقى جه السحور ورُحت بقى إيه، قدّمت كده السحور بتاعي، عملت لكم حاجة حلوة كده، عملت لهم حاجة حلوة كده عشان إيه، قطّعت بقى خيار وطبعًا الزيتون حبيب قلبي، طبعًا ده من أساسيات، هتقولوا لي هيعطّش، أقول لكم عادي بيعطّش ما فيش مشكلة، بس أنا ما أقدرش ما احطّوش على السحور بصراحة. المهم قطّعت لهم بُصّوا إحنا نعمل بقى إيه error ناكل خيار يرطّب وناكل زيتون يعطّش، فالجسم بقى يبقى مش فاهم يعطّشِك والّا إيه والّا ما يعطّشكيش والّا يعمل إيه ما تعرفيش. المهم يعني إن أنا جِبت هنا إيه، آآ لانشون، ده لانشون أطياب باين أو والّا حلواني إيه، أطياب بيتهيأ لي بالزيتون. وهنا الجبنة دي الجميلة دي العسل، أنا باحب السحور ده أوي يا جماعة، ياه! باستناه من كل يعني من السنة للسنة. بُصّوا أنا ممكن أعمل السحور الأكل ده عادي في أي في أي يوم، بس سبحان الله هو بيبقى أيام رمضان كده تحسّي إن أنتِ وكمان القعدة كلّنا بنقعد مع بعضينا، بتبقى حاجة حلوة يعني. هنا بقى إيه، هنحضّر بقى الفول بتاع عم جمعة الجميل ده، الله يرحمك يا عم جمعة. زي ما قُلت لكم المرّة اللي فاتت أنا باجيب أكياس وأحطّها في التلاجة. أنا بصراحة مش من هواة إن أنا أدمِّس فول والكلام دوّة خالص، خالص. أنا باحب الفول بتاع عم جمعة برضه طقوسات زي الزيتون كده عندي. باحب كده فول بالطحينة وعليه طحينة ياما كده تمام، وزيت بقى وكمون وملح بقى والدنيا بقى ونضبّط الدنيا كده يعني. برضه الطقوسات دي أنا جاية بيها من عند بابا، برضه. في حاجات كده تحسّي إن أنتِ متربية عليها تبتدي إن أنتِ ما تعرفيش تعملي خلاص يعني أنتِ عايشة على كده، لحد بقى إيه ما نكبر بقى وكده يعني. فتحسّي إن أنتِ إيه خلاص يعني مش عارفة تعملي حاجة أكتر من كده. عملت لهم بقى بيض بالبسطرمة و والفول بقى وضبّطت إياد بقى بيقول لي: "آية ما تعمليليش فول ضبّطيه." قُلت له: "لأ عيب، أنت ما بتحبش الفول؟" قال لي: "لأ، ضبّطيني بقى في حاجات تانية." قُلت له: "حاضر عينيا الاتنين، النهارده السحور فول، فول بس يا إياد." قال لي: "يا سلام، يا سلام على المفاجأة." قُلت له: "أي شُفت بقى، شُفت أنا جميلة إزاي، أعمل لك بقى إيه،
هاعمل لك فول بس مش أنت ما بتحبوش، هو السحور فول النهارده. بس كده حضّرت بقى كده أهو. بُصّوا أنا باحب البيض بيبقى ناشف، يعني ما اللي هو السايب والكلام ده أنا ما باحبوش خالص بصراحة، واحب فلفل أسود عليه ياما بقى. بس أهو، هاحط بقى الفول. كل سنة وأنتم طيبين. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. استنوني بقى إيه الفيديو الجاي في تحضيرات لأ، فطار بقى، فطار أول يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم. أقول بقى إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.